هو المجلس الوطني التأسيسي ماهوش ساهل باش يكون واحد ضمن ذلك الكيان الغريب. بصراحة راني فديت كيما فد الشعب في هذا المؤتمر اللي استدعينا فيه العديد من الضيوف والأصدقاء والرفاق. نحب نهنئ الجبهة الشعبية، نحب نهنئ الجبهة الشعبية بوحدتها وعملها الدؤوب من أجل انتشارها ومن أجل أن تكون سند فعلي حقيقي لهذا الشعب. نحب نهنئ الجبهة الشعبية كذلك بانضمام حركة الشعب باعتبارها إحدى القوى الوطنية القومية، فصيل أصيل متأصل في هذه البلاد، فصيل مناضل. وأنا نعرف ومقتنع تمام الاقتناع أن انضمام حركة الشعب سيكون دافعا حقيقيا لتقدم الجبهة الشعبية. نحب نقول كذلك بأن اليوم في البلاد تمروا في ممر ضيقا كما يقول مصدر خليفة بين الخيانة والأمانة، بين الأمانة والثورة والشهداء، وبين الخيانة اللي الآن نعرف الأطراف التي تقودها وعلى رأسها حركة النهضة. لأن اليوم كل ما يتقدم في المجلس الوطني التأسيسي هو تطبيق حرفي لبرامج بن علي، للبرنامج الانتخابي بتاع 2009 بن علي. كل ما يتعلق نشوف فيه الآن بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبرنامج التكشف هو حرفيا برامج رئاسية لبن علي اللي توصل به الآن حكومة العمالة والخيانة. وكل حكومة العمالة والخيانة موت تجني، باعتبار أن هؤلاء يريدون تحميل الأزمة التي عاشتها تونس للفقراء والمحرومين، للطبقات المهمشة، للكادحين، للفلاحين المتوسطين والفقراء والصغار. عندما اقترحنا في المجلس الوطني التأسيسي مقترحات تتعلق بديون الفلاحين الصغار والمتوسطين، شفنا التصويت الرش بالأحمر هذاك حركة النهضة قامت به. في حين عندما يجي فصل اللي يتعلق بتهريب الذهب لتجار الذهب في البركة اللي يعقدوا معاهم صفقات باش يعديوا به الذهب المكسر، يعديوه بأغلبية مريحة. الفلاحين الفقراء ما عندهمش الحق في أنه يقع إزالة الديون بتاعهم الصغيرة، لا. أما تجار الذهب والتجار المشبوهون بتاع الذهب زاد، تجار السوق السوداء للذهب، هذوما يلقاو دعم حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي. ونرجع للتصويت فيما يتعلق هذا الفصل اللي رفضته أنا وقلت هذا راهو باب جديد لتبيين الأموال. وإحصائية نعطيها لكم. عام 2010 و 2011 الذهب المكسر هذا حسب القانون اللي كان موجود فما 47 كيلو، توا فما 1250 كيلو حسب القانون هذا. باش تشوفوا هذوما على شنو قادرين. هذوما يبيتوا في اموال الناس المسخه، الناس اللي تخبي فلوسها واللي جايه من مصادر مشبوهه نتاع مخدرات ونتاع اسلحه ونتاع كل مسالك الفساد، هم اللي يبيدون في اموالهم. شفنا كيف الفصول في قانون الماليه من 14 24 تاع شنو كله بتاع ارجاع المال الفاسد الى الدوله الاقتصاديه. رجع المال الفاسد ولا تخلص ديون ولا تخلص جبايه ولا نتبعوك ولا نسالوك منين جات. هذه الحكومه باش توعدنا وباش تجي.
نحن الآن كذلك أمام موجة جديدة خطيرة. نحن نعرف عام 86 عندما صندوق النقد الدولي أملى شروطه على الدولة التونسية، كانت من بين شروطها خصخصة القطاع العام وبيع المؤسسات العمومية للخواص وتغيير مجلة الشغل بما تمكن من أشكال الهش للتشغيل وعلى رأس المناولة. وكانت من بين إجراءاتها مرونة التشغيل بما أوجد تلك القوانين المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية وما لفها. ورينا باللي كان بن علي أحد المنفذين الأمناء والطيعين لهذه السياسة، طبعا بفساده الشخصي والعائلي. اليوم نحن أمام موجة جديدة من إملاءات صندوق النقد الدولي اللي فيها عناوين واضحة. شنو هي العناوين هذه؟ الترفيه في الجباية، والترفيه على الجباية هذه باش تمس الأجراء والموظفين ومتوسطي الدخل. علاش؟ لأنه بالنسبة لهم يقترحوا بالنسبة للشركات اللي توا الضريبة نتاعها 30% باش تولي 25%، بمعنى وأنه باش يقع يعني يريحوا أصحاب رؤوس الأموال، أما أصحاب ضعاف الدخل فإنه باش يقع الضغط عليهم أكثر في الضريبة. كيف مراجعة الصناديق الاجتماعية ومراجعة نظم التغطية الاجتماعية ونظم الجراية. ايش معناها نظم الجراية؟ معناها باش يزيدوا في عمر الناس اللي تخدم، وإلا يزيدوا في نسبة الاقتطاع لصناديق الجراية وإلا المساهمة، وإلا باش ينقصوا في مبلغ الجراية تمنح للناس اللي باش تقاعد. هذه هي الإجراءات باش ما تكونش إجراءات أخرى. كيف الإجراءات الأخرى المتعلقة بإلغاء صندوق الدعم. ورينا الآن بداوا يخرجوا بعض الوزراء في وسائل الإعلام يحكيوا على أنه إذا كان نحيوا صندوق الدعم نسبة الفقر اللي هي توا عندنا 840 فقير تحت حد خط الفقر راهي باش تزيد كان ب 4%، وكانوا نحن ناقصين فقر وكان باش نعملوا شيء هذايا باش يزيدوا كان 4% بالنسبة لهم ماشي ياسر. يعود حكومة تقول اللي نحن نقاوموا الفقر ونقضيوا على الفقر باعتبار أينما وجد فقر فهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهذه تحين عن الدستور باعتباره أنه ما فماش ولو إحالة واضحة في نص الدستور على مقاومة الفقر وعمل الدولة على أن تقضي على هذه الآفة باعتبار أينما وجد فقر فهناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. وهذا اللي فرقنا بيننا وبينهم، ولذلك لازم يختارونا، ولذلك اختاروا الرفيق الشهيد شكري بالعيد، ولذلك فرق بيننا وبينهم أن هناك انحياز للوطن والشعب. مشروع الدستور ما فيهوش بصراحة حق شعبنا في تقرير مصيره وفي سيادته على مقدوراته وخيراته، وعلى أنه متمكن من ملكاته ويطور قدراته بحرية وفي علاقات شراكة وفي علاقات ندية مع شركائه ومش علاقات تبعية. سيادتنا الوطنية فوق كل شيء، سيادتنا الوطنية من كرامتنا ومن كرامتنا حتى في شخوصنا، ولذلك لا قطر ولا سعودية مش نسمحوا لها بالترتع في بلادنا. هذه قضية محورية وبتطبق في مقدمة اهتمامات بلادنا. كيف الدستور هذا اللي جاء بعد القصبة 1 والقصبة 2 وجاء مجلس وزراء التأسيس وكنا باش نعمل دستور لأجيال قادمة ويحكم تونس لمدة عشرات السنين القادمة. ونحبوا دستور اللي يمكن بلادنا من أنها تتطور وأنه يفجر الطاقات الكامنة في شبابنا، في أنه يبدع، في أنه يكون خلاق، في أنه يقوم بتنمية الثورة الوطنية، ويفجر الطاقات الكامنة لشعبنا باش يكدح وباش يخدم وباش يصنع ثروة وباش توزع الثروة بصفة عادلة. قلنا الدستور هذايا
باش يعطينا صورة للمجتمع الجديد. يا أخي كان في دستور يتنكر لأهداف الثورة، يتنكر للبعد الاقتصادي والاجتماعي للثورة. نحن نعرف أن ثورتنا كان البعد الاجتماعي إحدى المحاور الرئيسية اللي يقدم من أجل شعبنا خيرة ما لديه، شبابا وشيوخا وكهولا نساء ورجالا، من أجل وأن ثورتنا هذه البلدانية تجد فيها العزة والكرامة لكل مواطن. نلقاو دستور يتنكر أولا للشباب، الشباب اللي صنع الثورة، ما نلقاولوش الحظوة الكاملة والكافية في الدستور إلا بعض الإشارات المائعة والتافهة. كيف فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، حق العمل، نحن نقول باللي حق العمل هذايا تضمن الدولة، والدولة يلزم تعمل كل ما في وسعها وتبرهن على ذلك، والمواطن قادر ويلزم يسائل الدولة على مجهودها بأنها توجد المناويل أو المنوال الاقتصادي والاجتماعي ليأمن التشغيل لكل المواطنين. هذا في الدستور ما نلقاهوش. كيف حق الصحة للمسنين اللي يفناوا عمرهم في الخدمة لتونس، اللي يفناوا عمرهم في البؤس والشقاء، ما نلقاوش وجود وحضور لهم في الدستور. حق التونسي في أنه يسكن في مسكن لايق اللي الدولة تلعب دورها فيه وتوفره وتأمنه، مش موجود في الدستور. نعرف ونحن باللي أهالينا في كل قرى جندوبة وسليانة والكاف والقصرين وباجة وقفصة وتونس، لأنه ما يحسبش علينا هدايا اللي راهم حيتضامن كلهم ولد عيا ومن جندوبة ومن كاف ومن سليانة، ما هو جايين من منطقة أخرى. وحي هلال وتطور هنا في جندوبة وبنزقد في غدي ماو، هذوما شكون؟ أبناء الشعب الكادح المفكرين اللي قال عليهم الرفيق الشهيد شكري بالعيد، اللي هذوما 95% اللي ما عاشوش وما عرفوش الدنيا وما تمتعوا بحد شيء، عدوا أعمارهم يكلوا ويملوا وما شافوا حد شيء من الدنيا. وجات الثورة أعطت إمكانية باش الناس هذوما تنظر لهم الحكومة وينظروا لها الساسة وينظروا لها النخبة، إلا أنهم من اللي طلعوا المجلس التأسيسي نكروا لهم ودوروا ظهورهم لهم. ولذلك نحن في الجبهة الشعبية وفي حزب الوطني الديمقراطيين لن يثنينا شيء عن ذلك، وإذا كان عندنا تسابق لن يكون لدينا أي تسابق لا على السلطة ولا على المناصب، سيكون لنا تسابق واحد نحو الشهادة ونحو أن نظل أمناء ومؤمنين لهذا الوطن. نرجع لجندوبة قدمنا مقترحات دفاع التأسيسي الإصلاحية التأسيسي في الحضور الموجود فيه تو الآن نكبة في البلاد، نكبة آلة باش تصنع قرارات لحكومة منتفعة على الثورة لا غير. بالنسبة لجندوبة أنا باش نقول لكم حاجة، كل اللي فات في الجبهة الشعبية واللي حزب الوطني الديمقراطي الموحد آخر مجلس وزاري وقع في سبتمبر 2012 جملة من المشاريع المتعلقة بالتنمية في جندوبة، قدرت الشهيد في إبليس، المستشفى الجهوي في برق، محول جندوبة، المنطقة الصناعية في جندوبة، المنطقة الصناعية في فرنانة، المنطقة الصناعية في الغارديماو، والعديد من المشاريع الأخرى. نسبة الإنجاز
تساوي صفر. أنا سأوجه رسالة وبوضوح وليسمع السامعون ولتصل الرسالة مضمونة الوصول إلى الملتفين على الثورة من المجلس الوطني التأسيسي. سأوجه تهديدا للحكومة بأن جندوبة إن لم يأتوا إليها فستأتيهم إلى قصرها لتزيحها. رفاقنا لغير دماغ فرقسان تستنى فيكم والغرة والفايجة والدورة وبياضة والكحالة وجديتك وجدير. رفاقنا في تمليس تستنى فيكم الكربة والغويرية والطبابعة وأم هاني. رفاقنا كان دراهم والدهرين والطبينية والحمر. رفاقنا في فرلانة عين بيا والشرشارة والحمر سيدي سعيد. رفاقنا في جندوبة تستنى فيكم التطور والأكرام وبرد الحبناوي. رفاقنا في البركة كذلك في بوسالم برد ابو عوان والبراهمي. هذوما كلهم يستناو فيكم، يستناو فيكم بالحق، يستناو فيكم باش تحلوا مشاكلهم، يستناو فيكم باش تكونوا في مقدمة المطالبة بتحسين حياتهم كل يوم. ما عندناش مكان غير هذاك، ما عندناش موقع غير هذاك. رفاقنا في الجبهة الشعبية عندنا كل الإمكانيات، وأنا نعرف الرفاق في الجبهة الشعبية في جندوبة كلهم من المناضلين اللي بالفعل مسكوا بالجمر أيام الجمر. كاظم وحسن وحبيب التساوي خالد عبيدي. هذوما ناس اللي يعرفوا جندوبة. رسالة بسيطة: نساء جندوبة ورجال جندوبة وحرايا جندوبة وشباب جندوبة يلزمكم تقفوا جندوبة. أختم لأقول بدمك أقسم أيها الرفيق الشهيد أنه لن يفنينا شيئا، أننا لن نفرط في شبر من هذا الوطن العزيز، أننا سنظل منحازون بكل جد بالأمل والعمل من أجل تونس الجديدة التي قدم من أجلها شعبنا خيرة ما لديه من الشهداء والجرحى. فإلى الأمام وإلى الأمام وإلى الأمام وحتما الفرق.